بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الشاورما ونعمل بطاطس محمره. قبل ما ابدا الفيديو عشان من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه وربنا يوفق الجميع، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. بص يا ستي، انا جبت صدر فرخه قطعته حتت صغيره، احط عليه شويه ميه صغيرين ونيجي مع بعض. انا هقطع طبعا قوطه وفلفل ماشي، وهقطع كمان بصل شرايح وهنيجي مع بعض. حطينا البصل نقلبه بقى ونيجي مع بعض. حطيت ورقه غار ماشي وفلفل اسود كده، هنقلب بقى الحاجات دي ونيجي مع بعض. بقى نحط بقى الطماطم، طبعا انا مقطعاها قطع صغيره برده، وفلفل حراق لو عندك اطفال ما تحطيش طبعا، حطي فلفل رومي، وحط طبعا فلفل الوان برده ماشي. هنقلب الحاجات دي ونيجي مع بعض. لما حطينا كل حاجه هنحط بقى شويه ميه صغيرين كده ماشي، ونوطي عليها بقى ونحط التوابل. انا هحط فلفل اسود وملح وكزبره وكمون، واحط كمان شويه قرفه، وهقلب الحاجات دي ونيجي مع بعض. بس انا عايزه اقول للبنات المبتدئين دي اسهل طريقه لعمايل الشاورما، وطعمها ما اقولكوش حلو جدا. حطيت التوابل وحطيت طبعا فصين توم عليهم كزبره. هنقلب الحاجات دي واوطي عليها بقى واسيبها تستوي. مكرونه محمره، حطيت معلقه سمنه كبيره وشويه زيت، وهحط ورقه غار، وهنقلب بقى الحاجات دي لغايه ما تتحمر ونيجي مع بعض. طبعا بتحمري تقعدي تقلبي فيها كده لحد ما تتحمر معاكي ماشي، ولا تخليها طبعا تسود منك ولا تخليها ايه بيضه ماشي، زي لسان العصفور بالظبط، زي الشعريه برضو بتعمليها على الرز ماشي. انا بحبها يعني ايه متوسطه. بقول للبنات المبتدئين يا جماعه ماشي، هنقلب كده ونحط بقى ايه الميه. حمرناها بقى، حطيت الميه، هحط كمان القوطه يا جماعه، احطها كده، ونحط بقى الملح والتوابل شويه تحطيه. طبعا قطعت التنجان حطيت عليه رشه ملح وهنحمره مع بعض. نحمر البطاطس ماشي، احنا بنحمر البتنجان يا جماعه ماشي. بعد كده خلصت اهي، ادي الشاورما اهي ما شاء الله، كمان المكرونه بص عامله ازاي، وادي قوطه مخلله وبتنجان مخلل وفلفل، والبطاطس طبعا محمره، وادي الاكل اهو، وبألف هنا وشفا.